من شوارع داكار بدأ نبض مختلف، اسمه ظهر فجأة في سماء الملاعب. في ليلة واحدة قلب موازين بطولة العالم، موهبة خارقة وثقة لا تعرف الخوف، ثم قرار واحد قلب مسيرته، مجد ساطع تعقبه عواصف من الجدل. هذه قصة الحاج ديوف. هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو. لكن قبل أن أبدأ لدي رسالة من هاجي ديوف نفسه. أهلا يا جماعة، لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة لاستمرار، وشكرا. ولد في داكار وانتقل مبكرا إلى فرنسا لبدء مسيرته الاحترافية. بدأ في فرق الشباب، ثم خاض أولى مبارياته مع FC سوشوا مونتبيليارد، قبل أن ينتقل إلى ستاد رينيه FC، ثم يفرض اسمه بقوة مع أرسيلانس، حيث أثبت سرعته ومهاراته الهجومية ولفت أنظار أوروبا. عام 2002 كان لحظة فاصلة. مع سينيغال ناشونال فوتبول تيم ولدت أسطورة قصيرة. والله منتخب مش ممكن. الخط هجوم المنتخب الفرنسي الان يلعبها كولي، توصل مباشره ترويج سلام ويعدي الكره معاه، يضيف على طول عرضيها تلعب تحت الجول، انما يخلصها حارس المرمى باب ديوب يشوت، لا طمع موسى الكره معاه اندياي، موسى اندياي يلعبها جهه شمال، تلعب وسهله توصل ل باب يلعبها، انا ما في راي في تسلل طول هذا تريزيجيه الكره معاه بالجول، ترجع من كرة تتخلص، ترجع مرة ثانية هجمة لمنتخب السنغال، يعدي على طول اللي هو الحاج ديوف، خطرة وحاج يلعب عرضية تلعب الجول، هذا الجول جول يا سلام، حلوة باب ديوف، هو اللي فتح الباب باب ديوف، هو اللي فتح الباب باب ديوف، الحيطة ولا لا؟ ممكن ينفذها ويحطها. حكم المباراة الدوري الاماراتي علي بوسيم معلن نهاية المباراة بفوز السنغال على فرنسا هنا في افتتاح كأس العالم 2002 بهدف لا شيء كان بإمضاء باب ديوب. فوز مذهل على فرنسا في مباراة الافتتاح، وظهور جماعي للاعبين أفارقة على المسرح العالمي. أداء ديوف في البطولة رفع من قيمته وفتح له أبواب الأندية الكبرى، وصارت صورته مرتبطة بتلك الليالي التي هزت العالم. بعد المونديال جاء العرض الإنجليزي، توقيع ديوف مع ليفربول. كان بداية فصل جديد، حيث سجل أهدافا مبكرة وترك أثرا، لكنه بعدها عاش فترات إعارة ومرحلة انتقالات طويلة بين أندية عدة، من إعارة ناجحة إلى بولتون وندرز، إلى عقود مع ساندرلاند AFC، ثم بلاكبيرن روفرز، ومرحلة إعارة إلى رينجرز FC، ثم محطات لاحقة في إنجلترا واسكتلندا. هذه التنقلات أعطته لحظات بريق، ولكنها حرمت مسيرته من الاستقرار المطلوب لبناء إرث مستمر. في فترات معينة برز ديوف كمهاجم سريع وقادر على قلب المعادلات، أهداف حاسمة، مراوغات غير متوقعة، ولحظات صنعت له جمهورا مخلصا، وخاصة في أوقات تواجده مع بولتون وبلاكبيرن، حيث كان قادرا على إحداث فرق داخل الملعب. هذه اللحظات تظهر اللاعب الذي كان بإمكانه أن يصل لأبعد مما وصل إليه لو رافقه الاستقرار والهدوء خارج الملعب. لكن القصة لم تكن على مستوى العشب فقط، فقد رافق ديوف في فترات متعددة سلوكيات ومشكلات إعلامية وقانونية تسببت في جدل واسع وعقوبات أحيانا. الصحافة سلطت الضوء على شكاوى، مواقف استفزت الجمهور والحكام، وحوادث أثرت في علاقته بالنوادي. عند تناول هذه الفقرة نعرض الوقائع بدقة وحياد، فهي جزء من تاريخ اللاعب ولا يمكن تجاهلها. مع مرور الوقت بدأت محطات ديوف تتقلص، انتقالات لأندية أصغر وبطولات أقل بريقا، حتى انتهت مسيرته كلاعب محترف مع تجارب تدريبية أو ظهور إعلامي متقطع. لكن تأثيره على جماهير معينة وذكرياته في قلوب مشجعي بولتون أو لانس أو حتى منتخب السنغال بقيت واضحة. الرجل ترك علامة لا تمحى تماما رغم كل شيء. كيف نحكم على إرث لاعب مثل الحاج ديوف، بطل صنع لحظات لا تنسى، ومثلا عن البروز الأفريقي في العالم، لكنه أيضا تذكير بأن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الانضباط والثبات خارج الميدان هما ما يحمي النجومية.
إرثه مزيج من المجد والجدل ومن الذكريات الجميلة والدروس المرة. والعلي مشتاقة حب وهم جديد، فيها طاقة والطاقة مفتوحة للتنهيد، وضوية البيوت تنور، فانوس يسهر فانوس وانت بقلبي